بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهنئة من الأعماق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة وقادتها وسكانها بمناسبة اليوم الوطني ال45، ونقدم لكم بهذه المناسبة السعيدة تجربة بسيطة لسيارة رينو داستر. سيارة بسيطة، سيارة سهلة، سيارة صنعوها بالتعاون مع شركة داسيا الروسية. روسيا عندهم أسواق مختلفة عن أوروبا. أهم ما يصنعون له هناك السيارات تتحمل الثلج، تتحمل الوحل، تتحمل الأمطار الشديدة اللي عندهم. أجواءهم مختلفة عن أوروبا تقريبا، لكن أهم شيء عندهم التحكم في السيارة أثناء الثلوج. وهاي السيارة هاي صنعت بالتعاون مع شركة داسيا كما قلت، منها تتخطى هاي الأمور كلها. نعطيكم التفاصيل في باقي التجربة. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة. إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. الله أكبر. أعطيكم فكرة عن هذه السيارة. السيارة هاي قدمت على هنا اختبارية في سنة 2009 في معرض جنيف الدولي تحت اسم داسيا داستر، مشروع مشترك كما ذكرت قبل قليل. السيارة هاي متوفرة في انجلترا وجنوب افريقيا والهند وكولومبيا وروسيا، فهاي السيارة مهمة جدا لهذه الأسواق. السيارة مختلفة قليلا، تأتي بمحركين، المحرك الأول 2 لتر، المحرك الثاني 1.6، بس ما يتوفر عندنا في سوقنا، يمكن عليه طلب قليل، لكن في أسواق أخرى مهم جدا. السيارة هذه الوكيل أقدر أقول أنه غلطة أنه ما نزلها في البداية بدفع رباعي. السيارة دفع أمامي، نحن نفضل هنا دفع رباعي لأن الناس يستخدمها تنزل فيها رمل شوي، لكن دفع أمامي شوفوا كيف حتى السيارة منخفضة من الأمام ومرتفعة من الخلف. يعني لو كان فيها الدفع رباعي كان عطاها زخم أعلى، عطاها مبيعات أكثر بالنسبة للسيارة هاي. السيارة هاي مبنية على سيارة مشتركة بين نيسان وبين رينو. كما تعرفون أن السيارتين هم وجهان لعملة واحدة، يصنعون شاصي واحد يوزعونه، هذا يروح أوروبا وهذا يروح اليابان، يروح الهند، على حسب المصانع اللي يتعاملون فيها. الأبعاد: قاعدة العجلات 2673 ملم، الطول الكلي 4315 ملم، الارتفاع الكلي 1690 ملم، العرض الكلي 1822 ملم، سعة خزان الوقود 50 لتر. السرعة القصوى للسيارة 173 كيلومتر، التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر 10.4 جزء من الثانية، استهلاك الوقود 8.2 لتر لكل 100 كيلومتر، وزن السيارة 1260 كيلوغرام. ناخذ فكرة عن الشكل الأمامي للسيارة. السيارة روعية فيها في تصميمها أنها تكون بشكل بسيط جدا بحيث تكون التكلفة منخفضة. أهم شيء ركزوا على التكلفة، كل ما زادت التعقيدات في الوجه أو الشبك أو كذا ارتفعت التكلفة، ارتفعت الأسعار في الأسواق. السيارة من الأمام في الليت اللي هو الأبيض الخفيف، هذا اللي هو أصبح نهاري شغال طول الوقت، هذا الليت الرئيسي، هذا الليت العالي، وهذا الليت الإشارة. شوفوا مسوينه بمربع واحد بسيط بدون أي تعقيدات. كذلك الكشاف تحت موجود، يعني السيارة عملية بالدرجة الأولى، كشافات ضباب عندك، 4 ليتات كبار فوق،
الشبك كبير، والشبك كذلك تحت موجود، بحيث انك لو مستقبلا نزلت توربو على السياره تقدر تاخذ لك زاويه مثلا من هني لين هي، تحط الانتر كولر وتحط عليه مروحه بحيث انك تبرده بشكل جيد على حسب اسواقهم. على الاغلب انها السياره ممكن تتوفر في محركات ديزل بعض الاسواق، لان الديزل مهم جدا. الديزل طبعا يحتاج التوربو، التوربو موجود انتر كولر هني او انتر كولر موجود بالعاده يحطونه فوق على حسب السياره وعلى حسب استخداماتها. اعطيكم فكره عن تواير السياره. السياره مجهزه بتواير كونتيننتال بقياس 215 على 65 على رنج 16، حجم وقياس ممتاز. كنا نفتقد الدفع الرباعي، كانت بتكون سيارة جيدة بشكل أكبر. السيارة نفتقد فيها العوازل بحيث أنك تخفف من الضجيج، ما حاطين عوازل بشكل جيد من السيارة داخل. السيارة كذلك مجهزة بالبريكات اللي هي الدرامات القديمة هاي، لكنها عملية في الثلج في الوحل بحيث انها تستحمل الحرارة والبرودة. الشكل الخلفي للسيارة بسيط جدا، 3 ليتات كبيرة مع ليت للضباب واضح مثل ما تشوفونه هني، وعدم وجود ليت ابيض للريوس هني جعلوه في الجانب اليمين. هاي التقنية الحالية اللي يستخدمونها اغلب السيارات، حتى اليابانيين في الهايلكس وهذا استخدموا نفس التقنية. الاختلاف بين هاي السيارة وبين الدفع الرباعي في علامة 4 هني تي، اوكي تي علامة 4 بحيث انك تعرف ان السيارة 4 ويل. نزلوها هالسنة هاي متأخرين جدا. اما من ناحية الشكل الخلفي للسيارة، المدعمية مدمجة في البادي داخل ومرتفعة من الخلف، فزاوية زاوية الصعود او النزول مرتفعة بحيث انها تعطي امان اكثر للسيارة. كذلك في الثلوج او في المرتفعات او المنخفضات هذه الزاوية ممتازة جدا، حتى لو رجعت ريوس ما تحاسب انك تدعم رصيف او شيء، لا بالعكس حاطي لك مسافة ممتازة بحدود 40 سنتيمتر، وهذا شيء جيد يحسب لهاي السيارة. اعطيكم فكرة عن الشنطة الخلفية للسيارة. بسم الله. من الشكل القديم، الامور القديمه لكنها عمليه ما يضر في الامور هاي. الدبه مرتفعه قليلا لكنها كذلك الحوض كبير، اتوقع انه فوق ال 400 لتر، لكنه بشكل جيد ممتاز. شوفوا حتى كيف حاطين هني. نعطيكم فكره عن الدخول الى الكرسي الخلفي. بسم الله الرحمن الرحيم. السياره دخلتها سهله مرتفعه، الجلسه مرتفعه. سكر الباب، ممتازة السيارة. شوف المسافة متوسطة، لا هي الضيقة ولا هي الكبيرة. الجلسة مريحة، تنفع حق 4 كبار وولد صغير. متكاملة يعني، بسيطة جدا ما فيها تعقيدات. السيارة نوعية البلاستيك من النوع الخفيف اللي هو يعطيك عملية، شغلات عملية، مو بأنه فخم وما منه فائدة. لا. أعطيكم فكرة عن المحرك. بسم الله الرحمن. من الأمور الجيدة في هاي السيارة أنهم ما نسوا العمود هذا اللي يرفع بشكل هيدروليكي بسيط، وهذا من الامور الجيده في السياره، خصوصا في الصيف لما تفتح البونيت ايدينك تنشوي صراحه اذا كان الصيخ هذا اللي يوقف هنا في السياره. المحرك من 4 اسطوانات من 2 لتر بقوه 135 حصان عند 5750 دوره بالدقيقه، والعزم يبلغ 195 نيوتن متر عند 4000 دوره. ناقل الحركه من 4 سرعات بشكل آلي. شوفوا شكل المحرك هذا 2000 سي سي. 2000 سي سي بالنسبة لهاي السيارة مناسب جدا، لكنه ماخذ المكان بالكامل. المحرك طبعا مشترك مع نيسان، لازم يتشاركون مع نيسان في المحرك. إذا ما تشاركوا في المحرك تشاركوا في قطع الغيار، هذا يؤدي إلى انخفاض التكلفة، وحتى قطع الغيار تكون أرخص. ما شاء الله المحرك في مكانه مضبوط. بلاستيك البخاخات من أجل التبريد، ومروحة واحدة كبيرة داخل. أعطيكم فكرة عن تشغيل السيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. شاشة LG. بسم الله الرحمن الرحيم. السيارة مستخدمين فيها تقنيات قديمة جدا لكنها عملية، منها المفتاح. لاحظت كذلك وجود وضعية الثلج في الدفع. من التجهيزات اللي لفتت نظرنا في السيارة وضعية الثلج، فهاي مخلي لها زر هني، لكن وضعية الثلج بالعادة نشوفها في السيارات الأكبر حجما من هاي السيارة الأوروبية بالذات، لكن هذا شيء جيد، شيء جيد لأن للأسواق الروسية، روسيا تقريبا بحدود 9-8 شهور سنويا عندهم ثلوج وأمطار ووحل، فهي وضعية ممتازة جدا لهم. أعطيكم فكرة عن عدادات السيارة. عدادين كبار بالإضافة إلى عداد الوقود بالداخل والحرارة كذلك اللي هو تنبيه. السكان سمبل جدا ما في أي زيادة، زائد وناقص RO
للحين ما تأكدنا شو. أما بخصوص الهرن، السيارة لا يوجد فيها هرن في المكان هذا، الهرن على الجنب مثل اللاند روفر القديم. السيارة مجهزة بثلاث أدراج كبيرة، الأول هني فوق، الثاني على اليمين، وكذلك الثالث اللي هو هني بهذا الشكل. درج كبير من الداخل، فيه امتداد جيد، امتداد جيد للأغراض. بالنسبة لشاشة السيارة منزينها بشاشة طراز LG. السيارة هذه مش مجهزة بنظام الملاحة ولا الكاميرا الخلفية، لكن طراز الفئة الأولى فيها الأمور هاي كلها. هني نقدر ندخل نشوف تحت اللي هو السنسر هني الخلفي، وهني التحكم في المكيف. اوكي، وفي هني وضعية للأكواب الولاعة، وكذلك الجير بطريقة بسيطة، 4 غيارات. التحكم في المرايات على اليمين وعلى اليسار من هني يتم، والهاند بريك كبير وضعيته زينة، بس افتقدنا اللي هو المسند الجانبي. حبينا ننبه الشباب ان السيارة هاي مو فول اوبشن، كونها سيارة ايجار، فلذلك المواصفات اقل من الفول اوبشن، فلا تلومونا في بعض التجهيزات انها مو متوفرة، لكنها الى الان جيدة بشكل حلو. السيارة هاي الملاحظة الأولى عليها الضجيج عالي، ومثل ما ذكرت لكم قبل شوي أن العوازل قليلة في هاي السيارة، يعني نحن نمشي على سرعة 90، دوران المحرك على 2000 وشوي، لكن الضجيج مرتفع، فاللي بياخذها يحط في باله هالشيء هذا. أما من ناحية القيادة، السكان ثقيل مو بخفيف، السكان ثقيل مو بخفيف، كذلك وضعية القيادة إلى الأمام فتكشف لك الشارع بشكل جيد. اختبار مستوى الضجيج مع المكيف شغال وسرعة 90 كيلومتر. عوامل السلامة بهذه السيارة فيها كيسين هوائيين، وكذلك نظام ABS، وكذلك نظام تحكم في التماسك. من الأمور الجيدة في السيارة هاي نظام الدفع خلال الثلوج، اللي هو هذا يعتبر مواصفات الأمان في بعض الدول الثانية. وكذلك في إمكانية التحكم بالسيارة بوضعية يدوية اللي هو تيبترونيك، أقدر أتحكم فيها أنا على راحتي بحيث إني أطلع منها أحسن أداء. أعطيكم فكرة عن تسارع السيارة. بسم الله. نتيجة التسارع 14 ثانية فاصلة 5 أجزاء من الثانية. نمشي بالسيارة على الطرق غير ممهدة، تعليق لا بأس فيه، طوائر عريضة تمتص القرقرة هاي وتمتص الطبات البسيطة، لكن لا بأس. سرعة 50 كيلو، دفع أمامي بشكل جيد، لا بأس فيه. أعطيكم فكرة عن مسجل السيارة وصوته. المسجل من 4 سماعات، والشاشة الجميلة هاي الصغيرة. أعطيكم فكرة عن الصوت. وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا. نعطيكم فكرة عن الإضاءة الأمامية، الإضاءة النهارية، ليت العادي، ليت الرئيسي، كشاف، ليت العالي، إشارة يمين يسار، الإنارة الأمامية، كشافات، ليت العادي، عالي، ليتات من قريب، كشافات، الهرن. أعطيكم فكرة عن الإنارة الخلفية، رئيسية، بريك، إشارة يمين يسار، ليت الريوس، 4 إشارات، كشاف الضباب. أعطيكم فكرة عن الإنارة الداخلية، رئيسية، ليت أمامي وليت خلفي بشكل جيد،
كذلك يوجد كشاف صغير داخل للقراية، هذا عملي جدا.